نبدأ النهاردة بقى نتكلم عن الحمام. طيب يا عم، ده حمام، هو الحمام كمان فيه تفاصيل؟ والله الحمام فيه تفاصيل. ايه التفاصيل اللي انا ممكن اتعرض لها في الحمام، او ايه المعلومات اللي انا ممكن اخدها في الحمام؟ انا عندي كل تفصيلة في الحمام ليها طريقة تجهيز مختلفة، وليها بادجت تكلفة مختلف، وليها طريقة تشغيل مختلفة، وليها تسعير مع الصناعية والمقاولين بشكل مختلف، ولها طريقة تشغيل بشكل مختلف. فنستعرض مثلا مع بعض اول جزئيه. مثلا لو هنتكلم على جزئيه الشاور، جزئيه الشاور دي ممكن يتعمل فيها كام حاجه. يعني هتلاقي بعض العملاء مثلا عايز بانيو قدم، هتلاقي عميل تاني عايز بانيو، عايز كابينه شاور، ارضيه رخام وكده، وكابينه الشاور محطوط عليها. عميل تالت لا، عايز شاور بس مش عايز كابينه، عامل لي بارتيشن بس، وده الافضل على فكره، وبيبقى شكله احسن واغنى كتير في المساحه. عميل تالت لا، انا عايز بانيو، مهم جدا عندي ان يبقى في بانيو في البيت، مش هينفع. في عميل تاني لا، انا مش عايز بانيو اصلا، هي كابينة شاور بس، مش عايز بانيو. فطلبات العميل بتختلف. عميل رابع ممكن يبقى محتاج جاكوزي، انا محتاج والله جاكوزي، انا متعود ان انا لازم يبقى عندي جاكوزي مثلا، او انا حابب يبقى عندي جاكوزي في البيت، فانا محتاج جاكوزي. فكل عميل ليه طلباته. ده بالنسبه مثلا لمنطقه الشاور. بالنسبه مثلا لقعده الحمام، في عميل مثلا لا، انا عايز قعده عاديه، في عميل تاني لا، عايز قعده معلقه. دي ليها طريقة شغل، وليها كوست تكلفة، وليها حصر كميات بشكل معين، ودي ليها طريقة وتكلفة وحصر كميات بشكل معين. يعني نتكلم مثلا على النقطة بتاعة الحوض. الحوض مثلا بتاع الحمام، احنا عندنا كام شكل موجود للحوض، كام طريقة ينفع انفذ بيها الحوض. عندي من اول الحوض ابو ركبة، اللي هو بيقولوا عليه حوض معلق. بعد منه الحوض اللي بعمود. بعد منه الحوض اللي على وحدة، الحوض كامل بيقعد على وحدة. بعد منه الحوض اللي على وحده، بس الحوض في قلب رخامه. الحوض اللي في القلب الرخامه ده اصلا في منه ثلاث انواع: في حوض بيبقى راكب سفلي، في حوض بيبقى راكب بشفه علويه، وفي حوض اصلا كله بيبقى علوي شبه الطبق كده، بيبقى فوق الرخامه. ده ليه تجهيز، وليه ارتفاع رخامه بشكل معين، ولا تجهيز وارتفاع رخامه بشكل معين، ولا ليه تجهيز وارتفاع رخامه بشكل معين. النهائي عندي في الاخر ان وش الحوض بيبقى 85 سم. لو علا على كده بيبقى استخدامه صعب، ولو قل على كده بيبقى استخدامه صعب. فوش الحوض مثلا من فوق بيبقى 85 سم. فلو انا هجيب مثلا طبق فوق الرخامه، فانا لازم ابقى عارف ارتفاع الطبق ده كام. لو هو 10 سم فانا هثبت الرخامه بتاعتي على 75، لو هو 15 انا هثبت على 70، لو هو اكتر فانا هنزل اكتر، لو هو اقل فانا هعلى اعلى. فبالتالي كل تفصيله اختلفت معايا في طريقه التشغيل، وهكذا في طريقه التسعير. وانا بسعر للعميل، العميل بعد ما هعمل له كل حاجه هيقول لي ماشي، الحاجات دي بقى تتكلف كام. فبالتالي كل نقطه عندي مقابلها تكلفه، كل نقطه عندي مقابلها تكلفه. فانا لو هجيب ده تكلفته هتبقى كده، لو هجيب حاجه تانية تكلفتها هتبقى حاجه تانية. فبالتالي نقطه التكلفه ونقطه المعلوميه بالحاجات اللي انا هنفذها مهمه جدا، ولازم اراعيها، ولازم احطها في عين الاعتبار. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الحوض، اتكلمنا عن القعده، اتكلمنا عن الشاور. طيب السخان، نيجي عند جزئيه او النقطه الخاصه بالسخان. طيب انا عندي كم سخان بتعرض لهم في المواقع؟ انا عندي السخان الكهرباء، عندي السخان الغاز، عندي السخان الكهرباء الفوري. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اما يجي العميل يسالني ايه الفرق ما بين السخان ده والسخان ده والسخان ده، انهي احسن من وجهه نظرك، ايه الفرق؟ نرجع برضو لنفس النقطه اللي هي بتاعه المميزات وعيوب. نبدا نشوف كل جهاز، او نستعرض كل جهاز من دول طريقه تشغيله عامله ازاي. نبدا باول حاجه السخان الكهرباء. السخان الكهرباء هو سعه لتريه، تانك معين بسعه لتريه معينه، ممكن تبقى 20 لتر، ممكن تبقى 30 لتر، ممكن تبقى 50 لتر، ممكن تبقى 80 لتر. السعه اللتريه دي محتفظه بكميه ميه معينه اللي هي السعه اللتريه بتاعتها. وببدا لما باجي استخدم الميه السخنه ببدا استخدم من السعه اللتريه اللي موجوده، لحد ما السعه اللتريه دي تفضل 30 لتر خلاص، ولا 50 لتر خلاص فاضوا، تبدا الميه تبقى ساقعه، خلاص انا مجبر ان انا استخدم الميه دي في الوقت ده. طالما الميه دي خلصت في الوقت ده، يبقى انا بالنسبه لي كده مش هقدر استخدم ميه سخنه تاني، ولازم اقعد بقى استنى لما المساحه اللي في التانك دي كلها تسخن تاني عشان استخدمها تاني. فبالتبعية عشان استخدم سخان كهرباء بشكل صحيح لازم يبقى حجمه كبير، ولو حجمه كبير هيتعارض معايا مع شكل الديكور، فبيبقى شكله تانك كبير فبيبوظ شكل الديكور بتاع الحمام،
او الشكل الجمالي بتاع الحمام، الا لو انا عندي مساحه تانية زي ما قلنا ستور مثلا او منطقه تانية اقدر ان انا احط فيها السخان واوزع منه على شبكه الميه. فبالتالي السخان الكهرباء بالنسبه لي يبقى مفيد. طيب النوع الثاني من السخانات سخان الغاز اللي هو التقليدي اللي موجود في كل البيوت. طيب يفرق ايه عن سخان الكهرباء؟ لا، سخان الغاز يفرق عن سخان الكهرباء ان طول ما انا فاتح ميه فالميه نازله لي سخنه، ما عنديش سعه لتريه معينه. ازاي بقى يا باشمهندس مفيش سعه لتريه معينه وانا بلاقي بيقول لي انت هتجيب السخان 5 لتر ولا 10 لتر؟ بنتكلم على سخان الغاز، في منه ساعه مثلا 5 لتر وفي 10 لتر. لا، 5 لتر و10 لتر في الغاز دي مش سعه لتريه للسخان، دي بتعرفني قوه الميه اللي انا هستخدمها في الدقيقه الواحده، يعني كم الميه وضغط الميه اللي انا هشتغل عليه. السخان ده يقدر يضخ لي ميه قد ايه؟ هل ضخ الميه بتاعي هيبقى كميه قليله فمع ضغط الميه هقدر استخدم ميه سخنه بحجم كبير، ولا هيضخ لي ميه بكميه صغيره فبالتالي كميه الميه اللي انا هستخدمها في الدقيقه هتبقى اقل؟ فهنا السعه اللتريه في سخان الغاز ملهاش علاقه بالسعه اللتريه في سخان الكهرباء. سخان الغاز طول ما انا شغال او طول ما انا فاتح ميه سخنه فانا بيخش لي ميه سخنه. طيب السخان بقى الكهرباء الفوري ده ايه؟ السخان الكهرباء الفوري بياخد الوظائف بتاعه الاثنين وبيديني ميزه تانية اضافيه مش موجوده ولا في ده ولا في ده، الا وهي ان السخان الكهرباء الفوري حجمه بيكون صغير، ممكن ان انا اداريه في يونت تحت الحوض، ممكن ان انا اداريه في يونت فوق القاعده الدفن لو انا هعمل قاعده مثلا معلقه، او لو هعمل خزان دفن فبعمل يونت فوق وبداري فيه السخان الكهرباء الفوري. ان هو الميزه بتاعته ان هو حجمه صغير وفي نفس الوقت بيديني سعه ميه طول ما انا شغال هو ما بيقطعش. بس العيب الوحيد اللي فيه ان هو بيسحب كميه كهرباء كتير. اي جهاز عندي في البيت يعني بيحول الكهرباء لحراره بيسحب كهرباء كتير، زي الكاتل، زي السخان الكهرباء العادي، زي السخان الكهرباء الفوري، زي المكوى، الكوفي ماشين. الحاجات دي كلها اللي بتحول الكهرباء لحراره الحاجات دي بتستخدم او بتسحب كهرباء كتير. فاحنا لو هنتكلم في العيب بتاع السخان الكهرباء الفوري فالعيب بتاعه ان هو بيسحب كهرباء او بيستخدم كهرباء كتير، لكن مميزاته ان هو حجمه صغير، مش بيبان معايا، مش بيبوظ ديكور الحمام، بيديني ميه طول ما انا فاتح ميه مفيش مشكله. فدي كلها مميزات بتخص السخان الكهرباء الفوري. فبالتابعيه احنا لازم نحدد مع العميل نوع السخان اللي احنا نشتغل عليه عشان في الديزاين نقدر نوظفه في مكان مناسب ليه، ما يتعارضش مع الديكور وما يتعارضش مع خدمه العميل. في نفس الوقت ابقى انا عارف هوظف خدماتي فين او هحط خدماتي ازاي. كده احنا اتكلمنا عن المطبخ واتكلمنا عن الحمام. المره الجايه ان شاء الله نستعرض بقيه البيت.